إضاءة فاحصة في ديوان بعيني غراب عجوز لهو شانغ أوسي. قراءة الديوان مدعاة إطراب ونشوة فنية تحاصره المفردات الملغومة والصور المتماهية مع الطبيعتين الإنسانية والجغرافية. تتخذ من الزمن جسرا لرؤية الحاضر من فوهة الماضي المتسربل بالآلام الإنسانية. فالشعر هنا تمرس بالوجع حد السادية المفرطة، والشاعر هنا مثقل بشجونه وطعناته والآخرين الذين نصبوا أنفسهم وكلاء عن القيود والإحباطات، لكنه يتابع كجسد يقاوم سرعة تقدم الحريق لنهش العظام، ويتابع كناي يروي أزمنة الوجع فوق تلك الهضاب المنسية. لا يمكن للقارئ أن يقف على الحياد مهما حاول وهو يتصفح هذا الديوان الشهي حد التخمة. نلمس الحكمة في ثنايا الكلمات، والحكمة تتصل بالشعر اتصالا وثيقا، بل لعلها تمتطي صهوات اللغة لتهب الأشياء الجديدة للمتلقي لم يسمع بها من قبل. حكمة تصويرية لا عقلية يبوح بها خيال ووجع الشاعر وفطرته المجبولة على تتبع الأمل الذي يبصره شائعة يجب تصديقها كي يستمر بالأنشودة. لنتأمل هنا صفحة 34. من يشتري مني هذه السفينة؟ كنت أود إهداءها لأميرة كردية عشقتها. قلت في نفسي: ما نفع سفينة في بلاد ليس فيها بحار، ولا تطل على بحار، ولا تمر فيها بحار، بلاد تعوم على بحار من الدم والحزن والبترول والخيانات. فالشعر نقل لأحاسيس الشاعر وعصارة جهده في الحياة بما تحتوي من خيبات وأوجاع ومتع متعددة الأوجه، حيث تندرج الحكمة في بند الفكر والاستشراف للمستقبل من فوهة الفن. ونجد اللغة عند الشاعر هو شانغ أوسي صورة ومعنى وتوظيف لهما كي يقدما معا للمتلقي من بوابات الاستعارة والتشبيه والكناية الإطراب والعبرة. ولا تنفك الحكمة عن الشعر الملتزم الهادف لتحسين نظرة المتلقي للزمن وإعادة صهر الحياة بما تحمله بقالب فني تخيلي يساعد القارئ على إعمال ذهنه وخياله في آن معا، وكذلك ليتماهى بالقصيدة وليحلق في فضاءاتها، عله يجد في ثناياه ضالته الممتعة. وللصورة الشعرية دورا في تحريك الخيال وإراحة النفس الإنسانية المحاطة بواقع صوري تحاصره ضغوطات الحياة ومعضلاتها. وطلب اللجوء للشعر من وظيفته إدخال المرء لعوالم أخرى موازية للحياة بطريقة معينة، حيث يقول الجاحظ هنا: الشعر فن تصويري يقوم جانب كبير من جماله على الصورة الشعرية وحسن التعبير. ومما لا شك فيه فإن الصورة عماد الخيال، إذ يحرك في الذهن إيحاءات الرموز ودلالاتها النابضة. وأخيرا يمكن أن ننهي إضاءتنا الفاحصة هذه بمقتطف شعري يشير إلى ترابط الصور الحسية بالمعنوية لتقدمان حصيلة مهمة من جوانب نفسية الشاعر ونظراته للوجود والذات. أعلن استقالتي من الحزن، عملت لديه خطيبا وحطبا دمعا وألما، اكتشفت خداعه لي طيلة 100 سنة، كان يسكر في حانة الفرح ويفاوضه ويساومه على مقتلي، أنا نديمه وصديقه منذ 200 سنة.